يعني ايه تعليقك على اداء منتخبك في المباراتين يا كابتن ربيع؟ هو لسه يا كابتن، انا القصه قصه فنيه كبيره جدا. انا فرقه بعد 60 يوم ببتدي اشوف الجانب الفني، عندي قصور كتير جدا فنيا وده الطبيعي جدا. لان بجمع فرقتي، الشغل الفني اللي انا عاوز اظهر بيه بامر الله تعالى. عندي سلبيات مفيش كلام طبعا. بحاول ان شاء الله اعالجها عن طريق المباريات. انا لو كان مثلا كان نفسي يكون السابع الثامن التاسع العاشر، لكن الظروف طبعا الظروف كانت اشد، كانت الظروف شديده. ده تاني مباراه وديه ليا. كنا مبعزقين، اللي كان في رحله احتراف واللي كان واخد اجازه واللي كان مع فريقه. فالقصه الفنيه يا كابتن مش في يوم وليله. انا داخل في نقله تانيه خالص، وهي التحدي الكبير. المهاره بقى والسرعه والقوه والجوانب الخططيه. الموضوع موضوع تاني خالص غير افريقيا يا كابتن. نعم. فدي تاني مباراه طبعا، واكيد عندي قصور فنيه مفيش كلام، وعندي حاجه خطا فنيه، وعندي انا بلعب يا كابتن، ما بلعبش على النتيجه، انا بلعب على اداء، بلعب على جانب. نعم اتفضل يا كابتن. بلعب على حاجات انا بعالجها. انا هستعد ازاي؟ عندي جانب دفاعي بحفظه اللعيب، عندي جانب هجومي، اشكال هجوميه لازم اعمل بيها الفرق. كل ده في الماتشين اللي فاتوا، ماتش رومانيا وماتش النهارده. اكيد ما بلعبش على النتيجه لان هي ماتشات وديه، وانا يهمني ان انا هقابل تشيلي ازاي، هكون موجود في كاس العالم بإني شكل، بإني طريقه، بإني لعيبه، بإني قدرات ان شاء الله تعالى. فالموضوع طبعا كبير جدا، ودي تاني مباراه يا كابتن. مفيش شك ان عندنا حاجات كتيره جدا فنيه ان شاء الله لازم اعالجها، ولازم نشتغل عليها، ولازم اللعيبه تتعب معايا، ولازم اتعب، ولازم يعرفوا ان الموضوع مش سهل. القصه كانت كبيره جدا وصعبه جدا يا كابتن، والموضوع مش سهل، الحمل تقيل. لكن هم بدانا بقى احنا بعد 60 يوم كتيره، 60 يوم كتيره جدا يعني. فان شاء الله انا بادئ يا كابتن، وده تاني مباراه ان شاء الله نعالج باذن الله تعالى ونشوف. وانا كده كده بسجل المباريات دي والاهداف اللي بتدخل فينا، وبقعد افرجهم وبنعالج ان شاء الله. ومن ماتش لماتش هنبقى افضل واحسن بمشيئه الله تعالى ان شاء الله يا كابتن. المباريات القادمه ايه يا كابتن ان شاء الله؟ احنا مسافرين يا كابتن ان شاء الله النهارده بالليل، وبعدين يا كابتن لعبت ماتشين في 3 ايام، يعني ماتشين في 3 ايام، ومشوار كان كتير. احنا قطعنا من القاهره لاسبانيا 5 ساعات، ومن من اسبانيا رحنا البلد اللي احنا فيها 7 ساعات، من برشلونه للبلد 7 ساعات، 7 و5، ولسه 3 جايين لعبوا ماتش يوم 2 وراجعين في سفر. يعني ان شاء الله نبقى افضل واحسن. انا عندي يوم يا كابتن ان شاء الله يوم 8 مباراه، لسه ما اعرفش طرفها مين باذن الله تعالى. يوم 12 المفروض البرازيل بمشيئه الله تعالى. يوم 15 برضو ما اعرفش طرف مين في اللي هلعبه. ويوم 17 في انطاليا نيوزيلندا بمشيئه الله تعالى. دول ان شاء الله المباريات المتبقيه باذن الله. دي كلها في تركيا باذن الله. الاخيره في تركيا يا كابتن، الاخيره، انما اللي بقابلهم في سويسرا بمشيئه الله تعالى. في سويسرا. جميل. طيب هل النهارده المواقع كاتبه ان صالح جمعه القى بشرط الكابتن والكلام ده حصل فعلا يا كابتن؟ لا يا كابتن، لا ده صالح جمعه، لا ممكن، لا ده صالح مؤدب وكويس وراجل وطني وكابتن وقائد، مفيش حاجه خالص يا كابتن. طب عمرو ورده؟ لا عمرو ورده يا كابتن انا اللي جبته معايا. عمرو ورده انا بحاول اساعده يا كابتن، وبقف جنبه كويس جدا، وخدته معايا في المغرب وعمل مشكله، وخدته معايا تونس وعمل مشكله، واتحاد الكوره كان واقف، وانا اللي خليته، قلت له قبل سفريه اسبانيا روح اعمل اعتذار وقدم عشان تبقى معايا، وانا اللي جبت السفريه دي معايا يا كابتن. عمرو مش مساعدني ولا مساعد نفسه ولا مساعد المجموعه، كلهم اولادي بخاف عليهم، بحاول اراعي ربنا سبحانه وتعالى، لكن عمرو مش مساعدني. ايه مشكلته يا كابتن؟ ما ينفعش يا كابتن، عمرو ما ينفعش اساعده واقف جنبه. هو يعمل اللي اولا يعني لعيب في المعسكر مش منتظم، فوضوي، ما بيساعدنيش، ما بيحبش التمرين، ما بيحبش النظام، ما عندوش نوم، ما عندوش ده كاس عالم واستعداد يا كابتن. وفي نفس الوقت هو منزل على المواقع كلام كتير ما كنتش اتوقعه ابدا. اللعيب ينزل على واحد بيحبه ويحترمه ويقدره وواقف جنبه وبيسانده، انا اكتر واحد في مصر مسانده. وفاجئ يا كابتن مدحت النهارده على المواقع ان منزل كلام، وربيع ياسين عاوز ايه، وقبل القايمه معلن القايمه، ويتكلم على واحد واقف جنبه بيسنده وبيحبه ويحترم ويقدره وعاوز يبقى احسن واحد. ده كلام ده يا كابتن ما ينفعش خالص. طبعا خالص. طبعا ما ينفعش. ده ولد صغير، وانا كابتن، انا جبته معايا وبسنده، انا اكتر واحد في البلد دي بسنده، ونفسي يبقى كويس وسندته كتير،
وكان في حاجات ضده، في ناس زعلت ان انا جبته معايا، قلت لهم لا لازم يجي، لازم اديله فرصته، لازم ناخد زيه زي حد، لازم نسانده، لازم. مش مساندني خالص ولا مساعد نفسه خالص. نعم نعم. بالتوفيق يا كابتن ان شاء الله، ومتابعينك حتى النهايه ان شاء الله. شكرا يا كابتن مدحت. شكرا.